السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة معايا. اليوم حبيت نشارك معاكم هذا الميني بيتزا بواحد العجينة تجي بزاف خفيفة وبزاف مقطنة، وحتى مقاديرها بسيطة وتكون متواجدة في كل دار، وراح نشكلها بطريقة مبدلة شوية باش تكون سريعة وسهلة في نفس الوقت. بعد بسم الله نبداو الوصفة، واللي راح ندير فيها كاس حليب يكون دافي. هذا الكاس اللي راني نكيل به يرفد 215 مليلتر. راح نزيد معاه ربع كاس زيت، وحدة بياض بيض، وصفر راح نخليه نحتاجه في الآخر. ونزيد معاهم مغرف كبيرة سكر ومغرف كبيرة خميرة الخبز اللي ما تكونش معمرة مليح، راح تكون 8 غرامات. خلطت المكونات مليح غير بالفوي حتى تحصلت على قوام متجانس. زدت عليهم الملح، ومن بعد جبت الفارينة وراح نبدا نزيد فيها تدريجيا حتى تتلايم لي العجينة. وبالنسبة للكمية تاع الفارينة أنا دات لي 2 كيسان ومغرف كبيرة، وكيما دايما نقول لكم الكمية تاع الفارينة تقدر تتبدل على حساب النوعية اللي تستعملوها. لهنا كنت كملت طميت العجينة. شوفوا القوام اللي لازم تكون فيه، راهي بزاف طرية وتتلاصق في اليدين هكا باش تجينا خفيفة بلا ما نعجنوها بزاف. حطيتها على البلون دو طرافاي، درت شوية زيت في يديا وراح نعجنها 5 دقايق أو أقل، ومن بعد نحطها في الغيسيبيون ونغطيها ونخليها تخمر في غرضها. وهذه هي بعد ما خمرت مليح والحجم تاعها تضاعف. ديكازيتها وراح نوزنها كريات اللي يكون فيهم 50 غرام، وبهذا الوزن راح تكون الحبة متوسطة، ما تجيش كبيرة بزاف كما ما تجيش صغيرة بزاف. كملت وزنت كامل الحبات، والكمية تاع هاد العجينة اللي مديتها لكم خرجتني في 16 حبة. جبت سنيوة درت فيها بابي كويسون وستفت فيها هذوك الحبات كما تقدروا ديروا غير الزيت. بعد شكلتهم بهذه الطريقة اللي راني نستعمل في الكاس باش يجوني ساهلين. الطريقة أنا تجيني سهلة وسريعة على الطريقة التقليدية اللي كنا نحلو بالحلال، وكل مرة يعودوا يخرجونا لي شيء تاع العجينة. إذا استعملتوا نفس الطريقة اللي راني ندير فيها، يعني طريقة تاع الكاس، ادهنوا الكاس تاعكم من تحت بالزيت باش ما يلصق لكمش. ما كملت شكلتهم، جبت لاصوص طوماط اللي كنت طيبتها من قبل. في لاصوص طوماط كنت درت حبة طوماطيش اللي نقيتهم وقطعتهم اوندي، درتهم في المقلة مع شوية زيت، شوية ثوم، شوية زعترة، فلفل الكحل والملح. نغطيها ونخليها تتقلى في غرضها حتى تخرج كامل الماء تاعها، نرحيها وهكا تكون لاصوص طوماط واجدة. بعد ما كملت عمرتهم بلاصوص طوماط، جبت شوية دجاج اللي كان طايب مع البصل بالطريقة اللي نطيبو بها اي حشو تاع الدجاج. درت لهم كامل شويه من الفوق، وراح نزيد معاه شويه فخوماج غابي. ولهنا كيما دايما ننصحكم تستعملوا نوعيه مليحه تاع الفرماج باش يذوب لكم بلا ما يتحرق ويبقى يتعلق في نفس الوقت. في الاخير جبت صفار حبه بيض اللي خليته في الاول، زدت عليه شويه حليب ودهنت به الاطراف قبل ما ندخلها الطيب على 180 درجه. إذا لاحظتوا قبل ما ندخلها الطيب وفي الوقت اللي كنت نخدم فيها، في الحجم تاعها زاد شويه، يعني خمرت شويه لانه الحال كان سخون. ولهنا كانت طابت، زينتها بشوية معدنوس أو حبة تاع زيتون، وراني ندهنت في الأطراف بزيت الزيتون، وهذا يكون اختياري. وهذه هي بعد ما كملت دهنتها، راح نقسم لكم حبة باش تشوفوها شحال جات خفيفة وشحال جات مقطنة من الداخل. ننصحكم تجربوها، على بالي راح تعجبكم وما راكوش رايحين تندموا عليها. وهكا راح نكون وصلنا لنهاية الفيديو ونهاية وصفة اليوم. نفكركم إذا ما كوش دايرين اشتراك اشتركوا في القناة، خلوا لي جيم وكومنتار، ونتلاقاو في وصفة جديدة إن شاء الله.